هذا هو الباك الكبير، هذا هو الفوز الكبير، هذا هو النجاح اللي ما بعده نجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الباك، مبروك اللي جابوه واللي ما جابوهش. أنا حبيت نوجه كلمة اللي ما جابوش واللي جابوه مبروك عليكم، واستناوني بإذن الله عز وجل. دوك نقول لكم واحد الكلمة مهمة بزاف لكم انتوما، أولادنا وخاوتنا وخواتاتنا وبناتنا اللي ما جابوش الباك. حنا ما نقولوش خسر الباك، ما نقولوش الإنسان خسر، لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اللي خاسر الوحيد هو الإنسان اللي يجي يوم القيامة وما عنده حتى نصيب، يخسر أهله، يخسر نفسه، يعذب في النار، يؤتى كتابه بشماله، يولي يندب ويلطم وجهه ويقول يا ويلتاه ويا حسرته وغير ذلك. وهذا المقام هذا أنتم راكم بعاد عليه، وربي يعافيكم منه إن شاء الله عز وجل. أنتم فقط هي مرحلة من مراحل الدنيا، مرحلة وعتبة من عتبات الدنيا. الله سبحانه وتعالى أو رواق ربي عز وجل ما خير لكمش هذا الرواق ويخير لكم الرواق الآخر. أي إنسان ما جابوش أنا نقول له مبروك عليك، مبروك عليك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل السقطات هي بداية النجاحات. الله سبحانه وتعالى جعل الرسوب أحيانا حتى يعيد الإنسان الكرة ويكون أنجح مما كان. وشفتم أنتم الإنسان كي يحب يقذف بالسهم، يحب يطير الإنسان بالتربولات ولا بالسهم ولا واش يدير، قد ما يجبد اللور قد ما يكون الضربة مليحة وتكون بعيدة. أحيانا بعض الناس لازم يعودوا يجبدوا اللور، كاين بعض الناس لازم يعودوا يديروا حساباتهم. هذا الناس اللي ما جابوش الباك هذوما اللي خدم هذا الإنسان هذا بإذن الله نجح بلا ما يجيبه، نجح لأنه خدم، لأنه قدر يكون إنسان مجتهد. واللي ما خدمش هذا الإنسان ربي عز وجل يجعل له النجاح تاعو في التفكير تاعو والتدبير تاعو، يعاود يفكر ويقول أنا لازم نعاود نولي نخدم ونعاود ندير حاجة واحدة أخرى ونجيبه بإذن الله عز وجل العام القادم. كاين فرص بإذن الله تقدر تعاود تجيبه، تقدر تعاود تنطلق في الحياة. وممكن كاين ناس ربي يصرف عليهم البكالوريا هذه باش يوجههم إلى حياة أخرى ربما تكون لهم أفضل. ما تنسوش باللي اللي كتب لنا قصة حياتنا هو الله تبارك وتعالى. إذن ما تجعلوش البكالوريا هي عتبة ربما الإنسان يمشي بها إلى الانتحار أو يمشي بها الإنسان إلى القنوط من رحمة الله. خاصة أنا على بالي باللي تألمتوا لما تسمعوا الآخرين يزغرتوا فرحانين وغير ذلك. ديروا بالكم باللي الإنسان لما يعطي له الله عز وجل حاجة في الحياة الدنيا لا يدري هي خير أم شر. هذو الناس اللي نجحوا في البكالوريا هذوما تاني راهم بتولوا الآن رايحين، نحن نتمنوا لهم الخير وما شاء الله وحاجة مليحة ونسأل الله يزيدهم نجاح وفرح على فرح. ولكن هذا الناس هذوما راهم تاني أمام امتحان كبير، وإن شاء الله عز وجل راح نقول لهم ويستناوني نقول لهم كلمة مليحة. هذو تاني عندهم أمامهم خطوات راح يزيدوا يقدموها. إذا أنتم هذا النجاح هذايا اللي هو عندكم في نفسكم هذا هو الأساس. النجاح أنك ما تسقطش، النجاح أنك ما تركنش، النجاح أنك أنت إنسان ما ترسبش. تعرف وقتاش تخسر نهار تقنط من رحمة الله، وتخسر نهار تخسر الله، وتخسر نهار ما تسجدش لله سبحانه وتعالى، وتخسر نهار تخسر والديك، وتخسر نهار تخسر الأمور الطيبة اللي ربي أمرك باش تديرها وما درتهاش. نهار تولي إنسان خاسر ثم يولي الإنسان يقول أنا الحق صح ما نجحتش. بصح دوكا الآن مجرد شهادة، مجرد امتحان اللي ممكن تقدر تعاود العام الجاي وتجيب أحسن منه. مجرد امتحان حتى وما لا جبتوش كامل وما قدرلكش الله عز وجل في هذا الميدان. أصحاب المهن كثر منهم الأنبياء. أصحاب المهن الآن راهم رفدوا والديهم فوق راسهم وبنوا ديور ويخدموا معزين مكرمين. المهم أنك أنت إنسان في الحلال، وكل واحد فينا وين يصلح، الذي في الساقة في الساقة، والذي في العلم في العلم، والذي في الجهاد في الجهاد، والإنسان اللي في الصنعة في الصنعة. وكل واحد فينا ربي عز وجل يختار له الصلاح ديالو وين يكون. اختار الميول تاعك. شوف الحمد لله العالم واسع، ما تبقاش انت في حفرة واحدة تبقى دائما تقول يا هادي ولا انا مانيش مليح وما ننجحش. كاين الناس اداهم القنوط الى ان الرسوب في البكالوريا كان بداية الفساد نتاعهم، بداية المخدرات، بداية الطريق المظلم. لا، ما يروحش الانسان لهذا الطريق. استيقنوا ان العمل عملكم والقضاء قضاء الله عز وجل. استيقنوا أن الأمور مكتوبة من عند الله، استيقنوا أن القدر قدر الله، استيقنوا أن الله عز وجل يختار لكم أحسن مما تختارون لأنفسكم، وهذا والله من أقدار الله. وأنا مبشركم كل واحد فيكم ربي وكاتب له قصة حياته، وكل واحد فيكم ربي مخير له طريق النجاح نتاعو إن شاء الله وراح يكون. فقط أنكم أنتم إن شاء الله رايحين تكونوا ناس تعرفوا تفكروا
في كيفية اختيار الطريق وفي كيفية التعامل مع أقدار الله. أقدار الله هذيك هي النتيجة اللي رحت قريته اليوم ولقيت أنا ما جبتش الباك، صح ما خسرتش. أنا الآن راح نبدأ. على بالكم باللي آدم عليه السلام بدأ الحياة نتاعو بخطأ، بدأت الدنيا كومبلي بخطأ، خطأ أكل من الشجرة هبط الآخر، بدأت الحياة كاملة كما تشوف فيها. التكنولوجيا تاعها بالدنيا تاعها كومبلي بدأت بمجرد خطأ، وانت تاني تقدر بهذا وتولي. وروحوا شوفوا قراو العظماء، عظماء الدنيا والآخرة، منهم كفار ماشي مسلمين. الناس عظماء في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الاختراعات كبيرة جدا، وعظماء في الإسلام. هذوما الناس كانت بدايتهم الرسوب، كانت بدايتهم كما تقول انا ما جبتوش، هما ثاني ما جابوش، كانت عندهم بكالوريا من نوع اخر فقط، هذا ما كان. الان اسمعوني انتم اللي جبتوا الباك، مبروك عليكم والف الف مبروك. ونسال الله سبحانه وتعالى يجعل النجاح هذا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل نجاحكم هذا هو بدايه النجاح في الدنيا والاخره. انتم الان ستكونون عمده البلاد والعباد، انتم عمده الامه، انتم اللي جبتوا الباك. انا نقول لكم حاجه، ان شاء الله باذن الله عز وجل ربي يزيد يفرحكم في الدنيا والاخره، ونفرحوا كما فرحوا والديكم وكما فرحتوا انتم، نفرحوا بكم بزاف بزاف. انا اقول لكم اعيدكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لامه. كاين بزاف ناس في الفرحه تاعهم ادوا العين، اصابتهم العين فكرهوا الدنيا والاخره. نسال الله يعافيكم من كل عين، تعوذوا بالله من العين، قولوا اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لامه. كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. الأمر الثاني أنا أقول لكم واحد الكلمة، أحمد الله، سجدوا سجود الشكر، خرجوا صدقة في سبيل الله، أعبدوا الله. كنتم تبكون وتدعون، كنتم قبل النتائج تقولوا هكذا يا ربي يا ربي، الآن كملوا يا ربي يا ربي، كملوا الآن مع الله سبحانه وتعالى، كملوا صلاتكم، كملوا هذاك اللجوء إلى الله. الأمهات أنتم تاني اللي ربحوا أولادكم، اللي كنتوا تدعوا ربي عز وجل، ادعوا الله عز وجل ربي باش ينجحهم ويصلحوا، ما يفسدوش في الجامعات. ادعوا الله عز وجل باش يكونوا اولادكم ناس طيبين، ناس ينفعوا البلاد والعباد ان شاء الله عز وجل، الناس تكون عندهم علاقه مع الله مليحه وعلاقه مع الناس مليحه. هذا هو الاساس الحقيقي. البكالوريا هي عباره عن نقطه فقط نجتازها تكون لنا كمنطلق ننطلق منه لتحقيق بعض النجاحات ان شاء الله عز وجل. الان هذو اللي جابوا البكالوريا وليداتنا وبناتنا ربي يحفظكم، فكروا مليح، فكروا الحاجه اللي رايحين تروحوا لها، هل تخدم البلاد والعباد؟ تخدمكم حاجة مليحة تقدروا تخدموا بها الدين، حاجة مليحة فيها الحلال، هذه هي اللي تفكروا فيها. خيروا الميول تاعكم وين تقدروا تبدعون، وين كاين الإبداع نتاعكم خيروه. الحاجة الأخرى نقول لكم واحد الكلمة مهمة بزاف، اسمعوها لي مليح 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 مليح. إياكم الآن راح يجيكم واحد الشعور كي تخرجوا من ديوركم، رايحين تخرجوا من ديوركم الآن ورايحين للجامعة، ماشي كيما كنتوا تروحوا الليسي، كان يعيط لك باباك ادخل، يعيط لك باباك تدخلي، وين كنتي رواحي، مضبوطين بوقت معين. الان كاين منكم من اللي راح يروح الاحياء الجامعيه ما يسالوش عليه والديه، رايحين تشعروا بواحد الحريه مطلقه، تستعملوا الهاتف كما تحبوا، تفليكسيو كما تحبوا، تدوروا وين تحبوا وتقدروا تباتوا وين تحبوا. وانتم الان شعوركم بهذه الحريه هنا امتحنكم الله عز وجل، هل تشعرون بمراقبه الله ام كنتم تعيشون للوالدين فقط؟ هل انتم عباد لله ام كنتم عايشين غير بالرقابه الوالديه فقط؟ ولهذا انا انصحكم ما تقابلوش شكر نعمة البكالوريا بسنوات جاية تكون سنوات عجاف، ما تقابلوش هذه الخير تاع الجامعة ودخولكم إلى الإطارية، راح تولوا إطارات إن شاء الله عز وجل، ما تقابلوش هذه المرحلة بالفساد، ما تقابلوهاش بأنكم تشعرون أنكم خلاص في الجامعة. لازم لكم تعيشوا في حياة الخليل والخليلة، لازم لكم تعيشوا بالمخدرات، لازم تعيشوا في حياة الفساد، لا، هذه حياة علمية. الجامعة ثقافة، الجامعة علم، الجامعة أدب، الجامعة تكوين إطار، تكوين إنسان راح يكون مسؤول غدوة من غدوة إن شاء الله، ولا يكون إطار في مكتب، ولا راح يكون إنسان خدام في حاجة معينة، ولا في مصنع معين. أنت الآن راح تكون مسؤول، وأنت راح تكوني مسؤولة، وإن شاء الله عز وجل هذه البكالوريا وهذه الفرحة اللي راكم فيها هذه الأيام ما تقابلوها الناس بكفران النعمة. الحمد لله عز وجل، ديروا بالكم باللي ربي خيركم. كاين الناس الان ما يبكون وانتم راكم فرحانين، راكم تزغرتوا، راكم ما شاء الله اللي في ميجان، راكم دايرين حاله، على بالي بلي راكم فرحانين. الله لا يقطع عليكم الفرحه، ولكن انا نقول لكم حاجه، الله لا يقطع عليكم الطاعه ثاني. الطاعه اللي كنتم دائما تبكيوا ربي عز وجل وتقوموا الليل تقولوا يا ربي نجحنا، ويا ربي نجيب كذا، ويا ربي 12، يا ربي 14، ويا ربي 20، ويا ربي 19. الان ادعوا الله سبحانه وتعالى وقولوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ثبتوا على طاعة الله، كونوا أنتم المعول الذي يضرب به الباطل في هذه الأمم التي نعيشها اليوم وهذا الفساد الذي نعيشه اليوم. كونوا أنتم إن شاء الله عز وجل حراس الدين وحراس البلد، كونوا أنتم إن شاء الله عز وجل حراس الفضيلة. علاش ما تكونوش أنتم الذين تنشرون الخير والفضيلة في الجامعات؟ أنتم اللي تكونوا طالب مصلي، مهندس مصلي، طبيب مصلي، طيار مصلي، إنسان يخاف الله عز وجل. شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مش قالنا؟ قالنا التاجر البار، تاجر كوميرسون يبيع يشري امبور اكسبور، عنده طابلة في المارشي، تاجر. هذا التاجر هذايا نقدروا نعوضوا كلمة تاجر بصانع، مهندس، أي حاجة، المهم إنسان عنده بوست في الدنيا. التاجر البار، وش معناتها البار؟ بمعنى إنسان مهما هبط للدنيا مازال عنده علاقة مع الله سبحانه وتعالى، مازال وفيا بارا، دائما صادق، عنده نية طيبة، يحسن إلى الناس، محافظ على المبادئ تاعو، محافظ على دينه، لا تغويه الدنيا ولا الفتن ولا الاختلاط هذاك اللي عايش فيه، وإنما إنسان عايش على طريق المستقيم. على بالكم هذا الإنسان مع من قال ربي سبحانه وتعالى، مع من قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا التاجر البار مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. تصوروا أنك أنت الآن لو كنت تقدر تعيش حياتك تاع الدنيا، خير سبيسياليتي المباحة تاعك وعشتها وخدمتها، ومع ذلك قدرت تحافظ على صلاتك والعفة تاعك، وانت قدرتي تحافظي على الحجاب تاعك، وقدرتي تحافظي على الطاعة تاعك، وكنت صاحبة مبدأ. والله الذي لا إله غيره، غير هذا هو النجاح العظيم الذي يريده الله منا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، أنكم تستطيعون تطبيق دين الله وأنتم تعيشون في الأرض، أنتم أبناء السماء وأنتم عايشين في الأرض. هذا هو الدين تاعنا وهذا هو النجاح الحقيقي. أقول لكم حاجة، ربي عز وجل قال كلمة مهمة بزاف، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. شفت الريزلطة الحقيقية دي اللي ما فيهاش تعاود سنة، ما تعاودش، ما فيهاش فرصة واحدة أخرى موراها. واش قال الله عز وجل؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الأعمال تاعكم كيما تصحاب البكالوريا دركا بداو الأعمال تاعهم، هذوك 14 و15 و16 هي الأعمال تاعكم. يوم القيامة كذلك، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. تخرج الريزلطة، هذا الريزلطة بصح ما كاش موراها ريزلطة واحدة أخرى، ما كاش فرصة واحدة أخرى، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الباق الكبير، هذا هو الفوز الكبير، هذا هو النجاح اللي ما بعده نجاح. بصح لي يخسر في هذه اللحظة، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. ما كاش حاب يتذكر، ما كاش حاب واحد يفكروا بكلمة كيما هذه. ولهذا أنتم أولادنا وبناتنا، أنا نزيد نعاودها لكم، مبروك اللي نجحوا واللي ما نجحوش، فقط بهذه الطريقة وبهذا الكلام اللي قلته لكم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لجميع من يسمعون ولجميع المسلمين أن يبرم الله عز وجل لهم طريق نجاح وفلاح ونور وسعادة. الله يسعد قلوبكم، والله يربط على قلوبكم ويشرح صدوركم ويثبت فؤادكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.